بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يوم جديد وروتين جديد وطاقة إيجابية جديدة يا حبايبي متابعيني دايما مشرفين ومنورين في قناتي. يا رب ما تحرم من دعمكم لنا أبدا يا رب. تعالوا النهاردة ما نشوف. النهاردة يوم الخميس، كان امبارح تسوعة، النهارده عاشوراء يا حبايبي. تعالى ما نعمل العاشوراء الجميله الحلوه ديت، الحاله الحلوه ده. النهارده الخميس، نعمل يوم الخميس كده لاولادنا حاجه حلوه، وصدفه انها هنعمل العاشوراء في اليوم الخميس ده. كل سنه وانتم طيبين ودايما يا رب كده مبسوطين، واعوام ورا اعوام يا رب كده ان شاء الله، واحنا بالخير دايما يا رب وبصحه وعافيه. طب تعالوا نشوف الحاجات الجميله ديت. بربع كيلو بليله عملنا احلى حاجه والله. ولسه عندي برضو انا يعني كميه عندها، يعني سبتها على جنب، والكميه التانية حطيت عليها اللبن زي ما انتم شايفين. لما احب اعملها بقى يعني احط لها لبن من تاني بقى وكده. تعال نشوف البله الجميله دي. اول حاجه نقناها حلوه قوي قوي، وغسلناها غسله بكل ما بتغسلي بتنزل ترابه، تنزل كده لون ميه صفرة كده. فلازم تغسلها قوي 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 لحد ما تنضف وتبقى زي الفل، وافتح عليها الحنفيه ميه جاريه لحد ما تنضف كده. وبعد كده بالله 3 4 ساعات يا حبايب، اقل حاجه 3 4 ساعات. ننقعها كده في الميه ونغير عليها 3 4 ساعات عشان خاطر لحد ما تطلع يعني من الجنب كده، تحس جنين القمح اللي فيها خرج كده، يعني زي ما يكون يعني هو ده جنين القمح ده. تحس ان نبتت كده زي ما بيقول. طب بعد كده هنولع عليها لحد ما تغلي، وهنهدي. انا جبت لكم راحه سويه كذا مره، 3 مرات اهو، لحد ما تغلي. وهنهدي عليها زي الشمعة، هي ما بتحبش النار العالية، هي عاملة زي الفول المدمس، لازم على نار هادية خالص. خلاص. بعد ما اتسلقت وشفتها الدرجة اللي انت شفتها معايا دي، تعالى بقى ما نحمص شوية بشر كده، اللي هو البشر العريض، جوز الهند العريض ده. هنشيك بقى الاطباق بتاعتنا الجميلة دي. خلاص. انا زي ما انت شفت كده، انا غرفت نصها وجبته في البوله الازاز دي. وبعد كده اللبن كنت غاليه، نزلتها بقى في اللبن، وهحطها على نار بقى زي ما انتم شايفين. هقلبها كده تقليبه، لسه اللبن كان دافي. هرفعها على النار بقى يا حبايبي. وبعد كده السكر بتاعي ده اذواق، السكر انت هتحطه اذواق. انا حطيت 3 ارباع كوبايه السكر، انت هتحط كوبايه، نص كوبايه، حسب ما انت بتحب السكر بتاعك بيبقى خلاص. انا حطيت 3 ارباع كوبايه، حطيتها على النار، رفعتها على النار وقلبت فيها. لازم تقلبي فيها لحد ما تمتص كده مع اللبن وتغلي غلوه واحده. هيكون معاكي معلقه ونص، حسب برضو النشا بتاعك بيربط ولا. انا حطيت معلقه الاول، حسيت ان ما ربطتش. ده وش اللبن يا حبايبي. حطيت لها برضو قطعه كده بس زي ما استورتش. انا قلبت معلقه هرميه الاول، حسيت ان خفيفه، رجعت عشان الامانه قلبت نص معلقه نشا تانية. يعني قلبت معلقه هرميه الاول، في نص كوبايه لبن كده، في ربع كوبايه لبن. ورجعت حطيت نص معلقه تانية. يبقى ربع كيلو بلول اخد مننا معلقه ونص نشا هرميه. خلاص. قلبتها وهي على النار كده، وسبتها تغلي شويه لحد ما النشا عشان ما تبقاش النشا طريه، تغلي شويه معاها كده. خلاص. لو وصلت معايا المقطع ده، حط لكم كومنت حلو كده ولايك جميل يشجع الفيديوهات الحلوه دي، وفعلوا زر الجرس عشان كل اشاراتنا توصل لكم باذن الله. واللي لسه ما اشتركش في القناه بتاعتنا ولسه شايفني دلوقتي، يا ريت يشترك. دايما اشتراككم بيسعدنا وبيفرح. خلاص يا حبايبي. غلت مره واثنين وثلاثه عشان النشا يستوي، خلاص، عشان ما يبقاش طعمه طري. بعد كده جبت قطعتين من الزبده اللي هي وش اللبن دي، كان في الفريزر، طلعته كنت لسه حطاه. حطيته في على اللبن وهو بيغلي كده، بقى طعمه جميل، واللبن سمين كده وجميل، واللبن طبيعي سمين. طيب شوفي جوسي وجميله جدا، شيكتها باحلى يعني الشكل كده زي ما انتم شايفين. الجوز الهند اللي هو البشر العريض ده، حمرته زي ما انتم شايفين، وضفته كده في الجنوب، وبرده لوز برضه في شيكته كده. المهم العين هي اللي بتاكل يا جماعه قبل البق، فاهمين؟ فتعملوا كده وطلع الجوس والجميله، مش محجره ولا حاجه من نشا، لا، معلقه ونص كفايه قوي. يا رب فيديوهات تنول اعجابكم النهارده، وتبقى عند حسن ظنكم. اتفاعلوا مع الفيديو يا حبايبي عشان تحسب له مشاهدات بالله عليكم. اشوفكم دايما على خير، وجمعه مباركه علينا وعليكم يا حبايبي. مع السلامه.